السلام عليكم حبيباتي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي وصفة المطلوع بسر يخليه لكم يولي طري وقطني وما يجيش ناشف. في الاول نعطيكم على مقادير تاع الرطل، واللي يحب يزيد يزيد المقادير. الرطل نديرو 500 غرام دقيق ابيض او فرينه. هذه المقادير تخرج لك 2 خبزات كبار. ندير ملعقه خميرة الخبز، ملعقة كبيرة هكذا خميرة الخبز، نحطوها في جهة. نزيد ملعقة غير مملوءة سكر باش تساعد الخميرة على التفاعل، نحطوهم. ندير 10 غرامات ملح، او نعبرها لكم باش تشوفوا بالمغرفة. هاهي ملعقة غير مملوءة ملح، 2 ملاعق زيت المائدة، نحطوهم. ملعقة ثانية، وندير نصف كيس خميرة الحلويات أو 5 غرام خميرة الحلويات. خلطنا المقادير هذو، جيبوا الملعقة نخلطو كامل هكذا. هذا المطلوع ما يحتاج لا عجين لا دلك لا والو، ونلمو بالماء دافي كيما راكم تشوفوا، غير هكذا، لا ندلك لا نعجن. نفرغوا الماء بشويه باش ما تغلبناش. غير هكذا. نزيد شويه، نزيد غير مقدار صغير باش ما يغلبنيش الماء كما قلنا. ها نغسل الحواف هكذا باش نلم كاع الدقيق تاعي. نزيد شويه كما راكم تشوفوا حبيباتي. راكم تشوفوا ما راني نعجن ما راني ندلك. كما راكم تشوفوا بهذا القوام يكون العجين يتلاصق. ها راكم تشوفوا، تخافوش ما تقولوش درتو طري بزاف ولا، هذا هو القوام تاعو. ها كما راكم تشوفوا توسيوه كيما راهو، ما نعجن ما والو. قبل ما نكمل نزيد، هذا اختياري، حبة البركة او الحبة السوداء او السانوج كل واحد كيش يقولو. ندير ملعقة اختياري، اللي يحبوا اللي ما يحبوش ما يديرش. ونلمو غير هكذا، نخلطو غير هكذا باش يدخل في العجينه برك. مع العلم انه السانوج والحبه السوداء والحبه البركه فيها دواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دوك كيما راهي العجينه، ها عجنتها ما دلكتها، نغطيها ونخليها تضاعف تخمر ونرجع لكم. راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما خمرت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا فيها. نجيب سنيوه ولا طبسي ولا صحن ولا كيما اي حاجه حبيتوها، حط فيها سميد الرطب ولا سميمده في بعض المناطق، دقيق الرطب.
نجيبو ورق الطهي، هذه باش تسهل عليكم وباش ثاني التخمار تاع الخبز ما يهبطش. ونجيبو شويه زيت باش ندهنو يدينا. ندهن يدي بالزيت، نوسي العجينه هكذا، نلمها غير في بعضها برك، لا ندهنها ما ندلكها ما نعجنها هكذا كيما راكم تشوفوا. دهن يدي بالزيت، قدروا بالملح، افضل بالزيت باش ما نزيدوش طريو العجينه. نقسم العجينه تاعي على زوج باش ندير زوج خبزات هكذا يكونوا متساويين. كيما راكم تشوفوا نلويو، ها ندير غير بالعقل باش تبعوا معايا كيما راكم تشوفوا. ونحط العجينه تاعي في الدقيق او السميد الرطب، ندير له هكذا وصيه مليح كيما راكم تشوفوا. ونحط في ورق الطهي، نقعدلكم نحطها في ورق الطهي هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيد نكمل انا الحبه تاعي اللي بقات ولا الخبزه تاعي اللي بقات. نعاودو نجيبو الاولى نبداو نقرصوها كيما راكم تشوفوا عادي. والعجينه كيما راكم تشوفوا تكون شويه طريه. نقرصها علو واحد سنتيمتر هكذاك، ما نديرهاش هابطه ما نديرهاش عاليه حتى راح تخمر لنا كيما راكم شوفوا العلو تاعها. ندير شويه دقيق من الفوق، نزيد الحبه الثانيه ولا الخبزه الثانيه باش الدقيق خاصني شويه نزيد. هاهم زوج خبزات تاعي قرصناهم وكنغطيوهم بطرشون او طرف قماش يكون نقي، نخليوهم يتخمروا. وفي هذا الحين في هذا الوقت نكونوا حطينا الطاجين تاعنا، اذا كان طاجين خشين ولا نحطوا الطاجين تاعنا نار هاديه ونخليوه باش يسخن مطلوع، ما يحبش طاجين بارد. دونك انا نخليه يخمر، وكي يخمر لي نوريكم السر الاولاني اللي يخليه يتضاعف ويخمر مليح، ومن بعد نقول لكم على السر الثاني. نتلاقاو بعد ما يخمر لي المطلوع تاعنا. راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما خمر الخبز تاعنا كيما راكم تشوفوا تضاعف الحجم تاعو، ولا تحبوا تعرفوا ديروا هكذا تلقاها عاود ترجع كيما كان. نجيبو كيما هكذا باش تسهل عليكم، سهلتكم قد ما نقدر. ترفدوا الخبزه تاعكم هكذا ونحطوها في الطاجين كيما راكم تشوفوا حبيباتي. حطيتها في الطاجين تاعي يكون سخون. السر الاولاني اللي قلت لكم عليه باش يخرج لكم منفخ ويخرج لكم خفيف، نجيبو ليان ولا قصعه ولا كما راكم تشوفون عندي هذا نغطي به القصعه تاع الطاجين تاعي كيما راكم تشوفوا. نخليه شويه حتى يبدا يحمر لي من تحت، ونحيوها ونقلبوا الخبزه تاعنا ونرجع لكم. راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما المطلوعه تاعي طابت من الجهه. شوفوا كيش اندفخت، شوفوا راني نقرب لكم ضعفت الحجم تاعها. دروك واش ندير؟ نجبد الورقه تاعي كيما راكم تشوفوها، راني جبدتها. وهاد الورقه نقدر نستعملها شحال من مره. نخبيهم في منطقه ونجيب سواء بيدي ولا هكذا، راني نسهل عليكم. نقلب المطلوعه تاعي، شوفوا المطلوعه كيش راهي. نخليها تكمل الطيب ونرجع نقول لكم السر الثاني.
راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما طابت الخبزه تاعي. ها راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا. السر الثاني انه غير تنحيوها من الطاجين ولا من المقله تاعكم فاش طيبتوها، ديروها في طرف قماش او طرشون كيما راكم تشوفوا، وحطوها مباشره في كيس بلاستيكي. هذا هو السر الثاني، هذا سر بزاف ما يهضروش عليه. قالت لي عليه هذه حبيبتي تخدم المطلوع وتبيع. هذا السر يخلي المطلوع يخرج قطن. دوك انا نكمل نطيب الخبزه تاعي الثانيه، نخليه يرتاح شويه كيما راه. تقدروا ولا رايحين تاكلوه فمفم تقدروا ديروه ديريكتومون مباشره في الكيس البلاستيكي وتنحيوه، بصح ولا رايحين تخليوه يطول شويه ديروه في قماش ولا طرشون باش ما يتنداش الخبز تاعنا وما يوليش مشمخ. نخليوه حنا يرتاح هكذا. نكملوا نطيبوا الخبزه تاعنا ونرجع لكم بعد حين. راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما برد المطلوع تاعي. شوفوا كيش يجي طري ويجي خفيف. دوك نقطع خبزه وتشوفوا كيفاش يجي من داخل. شوفوا حبيباتي، شوف يجي طري وخفيف. نكمل انايا نقطع نوجدو نحطو في السله ونتلاقاو بعد حين. هاو الخبز تاعي بعد ما كملت قطعته. نتمنى تجربوه وما تندموش عليه، ونضمن لكم بلي هذه الوصفه ما تزيدوش تبدلوها. واش نديرو الخطوات اللي قلت لكم عليها. كي تحطوه في الطاجين غطيوه بحاب بليان ولا قصعه ولا، وكي يطيب ديريكتومون مباشره في كيس بلاستيكي ولا ديروه في قماش وكيس بلاستيكي. شوفوا كيش يجي القوبل داخل ويجي طري. شهيتكم في الجنه. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله حبيباتي. مع السلامه. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we